وعمري دلوقتي 32 سنة، وأنا نشأت في أسرة غنية. بابا بيشتغل مقاول كبير وماما ست بيت، وأنا ليا أكتر من أخ وأخت، وطول عمرنا وإحنا عايشين أحسن عيشة. وكان ليا واحدة صاحبتي من زمان قوي اسمها عزة. عزة كانت زميلتي في المدرسة، زميلتي من وإحنا في حضانة، يعني من وإحنا عندنا 4 سنين وأنا وهي زمايل وأصحاب. وفضلنا طول سنين الدراسة من وإحنا في حضانة لحد ما وصلنا في ثانوية عامة في نفس المدرسة، وطول السنين دي وإحنا أصحاب أنتيم. وهي كانت أسرتها أسرة بسيطة، يعني باباها كان موظف وعلى قده. ولما أخدنا ثانوية عامة دخلنا إحنا الاتنين كلية التجارة، واتخرجنا واشتغلنا في الحسابات بعد كده في نفس المكان. وهي اتقدم لها شاب كان أكبر منها بكام سنة، واتخطبت له بطريقة تقليدية جدا. وهو كان تاجر غني وكان عنده شركة استيراد وتصدير. أما أنا فاتخطبت لشاب كنت بحبه بيشدني، وهو كان دكتور حديث التخرج، كان لسه مخلص كلية الطب، لكن هو كانت إمكانياته على قده قوي وما كانش جاهز ماديا للجواز. وقت لما تقدم لي إخواتي ما كانوش موافقين عليه، بس أنا اتمسكت بيه وبجوازي منه لأني أنا فعلا كنت بحبه وهو كان بيشدني. وهو في الوقت ده ما قدرش يجيب شقة، فبابا ربنا يخليه اداني شقة في عمارة من اللي كان بيبنيهم، وكتبها باسمي وكمان شطبها وفرشها لي أحسن فرش. وخطيبي يا دوبك جاب لي شقة بسيطة كده على قده. ولما جينا نتجوز بابا عملني فرح كبير قوي. وفي الوقت ده صاحبتي عزة كانت لسه مخطوبة، وكان لسه في شقق فاضية كتير في عمارة بابا اللي أنا سكنت فيها. فاقترحت على عزة إن هي تيجي تشوف الشقق دي، ولو عجبها شقة منهم تشتريها. وفعلا هي جابت خطيبها وجم اتفرجوا على شقة وعجبتهم، وكانت الشقة دي في وش شقتي. وبعد كده هم اشتروها، وأنا كنت فرحانة قوي إن صاحبتي هتيجي تسكن قصادي ويبقى الباب في الباب. وصاحبتي عزة اتجوزت وجت سكنت قصادي بعد ما أنا اتجوزت بكام شهر. لكن عشان هي جوزها كان تاجر وكان أغنى من جوزي بكتير، فهي كانت عايشة حياة مرفهة عني. جوزها بيديها فلوس كتير ليها وللبيت، وكمان خلاها سابت الشغل لأنها خلاص ما بقتش محتاجة مرتبها. ولقيت نفسي أنا بنت التاجر الكبير عايشة على قدي، وصاحبتي اللي كان أهلها في الأصل على قدهم بقت عايشة أحسن مني 100 مرة. التغيير اللي حصل في حياتي خلاني بقى في مشاكل كتير ما بيني وبين جوزي، لأني بقيت بقارن ما بين عيشتي وعيشة صاحبتي، وبقيت غيرانة إنها عندها حاجات كتير قوي مش عندي. وكنت بقعد أقول لجوزي هو احنا هنفضل كده عايشين على قدنا لحد امتى؟ ما تشوف لك أي حل تزود بيه دخلك. يا أخي بص حواليك وشوف بص صاحبتي جايب لها إيه وعامل لها إيه. أنا مش عارفة أنا مخي كان فين لما اتجوزتك، ده أنا كان متقدمي ناس أحسن منك 1000 مرة. سبت كل دول واخترتك أنت، مش عارفة كان مخي فين ساعتها. كان جوزي بيسمع مني كل الكلام ده وبيسكت، وكان بيستحملني لما بقوله انت جوازتك دي نزلتني من 7 سنة ل7 أرض. بصراحة هو استحملني مرة و2 و10 و20، وأنا ما كنتش بفوت فرصة ولا خناقة إلا لما كنت بفكره بفضلي وبفضل أبويا عليه، وإنه عايش دلوقتي معايا أحسن ما كان عايش في بيت أهله. وده طبعا بفضل الشهرية اللي أبويا بيبعتها لي كل شهر. وكل ما كانت صاحبتي جوزها بيجيب لها حاجة كانت بتيجي توريها لي، وبعد ما تمشي من عندي أتخانق أنا مع جوزي. وهي جوزها كان بيحبها قوي وكان من ابنها لبس وذهب وهدايا، خلاها فعلا بقت هايم واتغيرت عن الأول خالص، يعني بقت حاجة تانية خالص غير الأول. ولما كان جوزي بيرد عليا في أي خناقة أو في أي حوار ما بيني وبينه كان بيقولي أنا ما ضحكتش عليكي ولا خبيت عليكي ظروفي، انتي كنتي عارفة عني كل حاجة من الأول ووافقتي تتضايقي معايا بداية بسيطة. وأنا من الأول خالص يا بنت الناس ما كنتش عايز أبوكي يدينا الشقة، وقلتلك استني أشتغل وأجيب شقة على قد إمكانياتي، لكن انتي ما رضيتيش وقلتيلي لو كده هنستنى كتير. بس يظهر ان انا غلطت لما طلعتك وعملتلك اللي انتي عايزاه، والا ما كانش زماني لقيت في الموقف ده.
وأنا كنت فعلا بحس بالحسرة والألم في عينيه وأنا بقوله الكلام ده، لكن كنت بقول لنفسي هو ولا هيقدر يعمل حاجة، وبعدين هو بيحبني وعمره ما هيقدر يسيبني. وعدى الوقت والحمد لله ربنا رزقنا بولد وسميته على اسم بابا، وجوزي ما اعترضش ولا قال لي انت ليه مسمياه على اسم ابوكي. وعدت فترة كمان واحنا حياتنا كانت كلها مشاكل لحد ما ابني بقى عنده 2 سنين. وفي الوقت ده صاحبتي عزة كانت حامل وراحت تولد وسابت لي مفتاح شقتها انا اللي كنت طلبته منها عشان قبل لما ترجع اخد الشغالة اللي بتجيلي مرة في الاسبوع واروح انضف لها الشقة. وفعلا احنا رحنا خليت الشغالة نضفت وانا طبخت لها عشان طبعا هي تبقى راجعة من الولادة تعبانة. وقت ما رحنا نضفنا وطبخنا في شقتها هي جوزها كان في شغله، لكن بعد ما خلصنا وقفلنا الشقة ومشينا انا رحت بعد كده جبت ابني من الحضانة ورجعنا وما لقيتش تليفوني معايا وفضلت ادور عليه ما لقيتوش، فقلت اكيد انا نسيته في شقة صاحبتي واخدت ابني ورحت شقتها ادور على التليفون. لكن واحنا هناك هي جوزها رجع من شغله وسلم علينا واستغرب قوي لما لقانا لانه ما كانش يعرف ان انا معايا مفتاح شقته. فانا حكيت له على اللي حصل وقلت له ان انا بدور على التليفون ويظهر ان انا نسيته هنا، لكن هو واقف يكلمني. هو جات له مكالمة من الخارج، مكالمة شغل مهمة، ودخل الأوضة بتاعته يتكلم وقفل عليه وساب شنطته اللي كان راجع بيها من بره. وأنا كنت مشغولة وعمالة أدور على التليفون في كل حتة، لكن الولد لعب في شنطة جوز صاحبتي وفتحها وقلبها، وكانت أكبر مفاجأة ليا في حياتي لما شفت اللي في شنطة جوز جارتي أو صاحبتي. أنا لقيت فيها ممنوعات، أكياس صغيرة كده فيها بودرة بيضة، وأنا عمري ما كنت شفت الحاجات دي قبل كده إلا في التلفزيون بس، وما بقيتش مصدقة نفسي لما شفت الحاجات دي. ولميتها بسرعة وحطيتها في الشنطة تاني وقفلتها. ولا أكيد يزنوني وإن في حاجة مش تمام بتحصل إني لقيت جوز صاحبتي خارج من الأوضة يدور على الشنطة اللي نسيها في الصالة، وأنا عملت نفسي إن أنا ما شفتش حاجة ولا عرفت حاجة، وحاولت أداري ارتباكي وقلت له إن أنا ما لقيتش التليفون وإنه أكيد وقع مني في الشارع. واستأذنته وأخدت ابني ورحت على شقتي، وفضلت قاعدة بعد كده وأنا عمالة أفكر في كل اللي حصل وراجع حساباتي مع نفسي. وقلت بقى معقولة جوز صاحبتي بيتاجر في الحاجات دي؟ وبعد ما كنت بقارن ما بينه وبين جوزي وكنت حاسة إن هو أحسن من جوزي، لقيت إن جوزي الراجل المحترم أحسن من جوز صاحبتي 1000 مرة. لكن صاحبتي وجوزها بالشكل ده عيشتهم كلها حرام في حرام، وحسيت إن ده أحلى يوم في عمري اللي أنا عرفت فيه قيمة جوزي. وقلت يا ريتني كنت رحت طبخت لجارتي أو صاحبتي من زمان، وعرفت إن المظاهر ياما بتداري وراها. حسيت بقيمة جوزي وإزاي أنا غلطت في حقه كتير في الفترة اللي فاتت وجيت عليه، وقلت أنا لازم أحسن معاملتي ليه وعامل المعاملة اللي هو فعلا يستاهلها. واستنيته لما رجع ومحكيتلوش على اللي حصل في شقة صاحبتي، لكن أنا لقيته بيقول لي إنه عايز يتكلم معايا في موضوع مهم. ولما قعدت وسمعته لقيته بيقول لي أقرب حاجة، أنا لقيته بيقول لي إنه هو طلقني لأنه شجع إهانات مني في الفترة اللي فاتت، وإني ما كنتش بفوت خناقة ولا فرصة إلا لما كنت بفكره فيها بفضلي وفضل أهلي عليه. وقال لي إن هو لما كان بيسكت ده ما كانش ضعف منه، كانت الإهانات عمالة تزيد واحدة ورا التانية لحد ما بقت جبل عالي واقف ما بيني وبينه. وأنا عمري ما توقعت منه إنه يعمل كده أبدا. أنا عمري ما تخيلت إن هو ممكن في يوم يسيبني. في الوقت ده أنا فضلت أعيط وأترجاه إن هو يراجع نفسه تاني، وقلت له بلاش نسيب بعض وأنا أوعدك إن أنا هتغير. لكن هو قال لي انت مش هتقدري تتغيري لأن ده طبعك، واللي فيه طبع ما بيغيروش، انت رصيدك عندي خلص. أنا هنزل دلوقتي أروح لأبوكي وهخلص معاه كل حاجة، يعني هتفق معاه على كل التفاصيل الصغيرة. ولما جوزي هدومه ومشي، وبعد كده أنا سقت عليه طوب الأرض سواء من أهلي أو من أهله أو أصدقائنا ومعارفنا عشان يصنفوني عليه، لكن هو رفض وقال لهم إن أنا مفيش فايدة فيا. وفضلت عايشة في شقتي بربي ابني، لكن وأنا ندمانة أشد الندم على اللي أنا عملته مع جوزي.
أما صاحبتي فجابت ولد وقامت بالسلامة ورجعت بكرة، وبعد كده بفترة هي موضوع شغل جوزها في الممنوعات اتعرف واتعمل له قضية واتحبس، ودلوقتي هي عايشة في شقتها قصادي وبتربي ابنها اللي خلفته، ورجعت شغلها اللي معايا تاني عشان تقدر تصرف على البيت وعلى الولد. ودي كانت حكاية ماجدة وعزة، وهي قصة حقيقية نقدر نتعلم منها إن الرضا بالمقسوم عبادة، وطول ما الواحد بيقول الحمد لله وراضي بحاله ربنا هيكرمه، لكن اللي يبص لعيش غيره بيخسر كل حاجة. أنا اسمي ماجدة.